تعال نقيم لعيبه النادي الاهلي في ماتش الداخليه امبارح. المباراه اللي خلصت بنتيجه 2-1. الهدف الاول سجله محمد مجدي قفشه، الهدف الثاني سجله عمرو السوليه، وهدف وحيد لنادي الداخليه سجله كريم يحيى. نبدا بحراسه المرمى، فهو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير ما جاتش على الكور اللي هي نقول عليها خطيره، وضربه الجزاء اللي دخلت في جون، يبقى مصطفى شوبير هياخد 6 من 10. محمد هاني النهارده كان شغال بشكل جميل جدا، فمحمد هاني كان محافظ على مكانه، كان ليه لمسات حلوه في الماتش. محمد هاني هديله 8 من 10. كريم فؤاد النهارده ما عملش حاجه حلوه في الماتش، ما عملش اوفر حلو، ما عملش عرضيه حلوه، ما عملش لمسه حلوه في الماتش. فكريم فؤاد هديله 5 من 10، وبكده نكرمه كمان. ياسر ابراهيم امبارح ما كانش عاجبني خالص، سبب في ضربه جزاء وسبب في خطا تاني كان ممكن يجون في النادي الاهلي. فياسر ابراهيم انا هديله 5 من 10، وبكده نكرمه برضه. رامي ربيعه كان ماشي بشكل جيد في الماتش، رامي ربيعه ما شفناش منه اخطاء، فرامي ربيعه انا هديله 7.5 من 10. اكرم توفيق رجل المباراه بلا منازع. طول ما اكرم توفيق في الملعب اعرف ان النادي الاهلي بخير. اكرم توفيق امبارح شال اكتر من كوره، فاكرم توفيق يستحق ان هو ياخد راجل المباراه. اكرم توفيق انا بقيمه واديله 10 من 10، لو في اعلى من كده هديله كمان. محمد مجدي قفشه صاحب الهدف الاول للنادي الاهلي، وانا كنت متاكد ان محمد مجدي قفشه هيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي، وتاكدي طلع في محله. محمد مجدي قفشه قيمه واديله 8 من 10 لانه خرج في الشوط الثاني، وبكده كتر خير اللاعب والله. الرايق اللي بيسبب حرايق امام عاشور. امام عاشور النهارده شفناه في اكتر من كوره واكتر من باصه. امام عاشور عامل اسيستات ولا اروع ولا اجمل، بس كان ناس تقليصه بس. امام عاشور النهارده قيمه واديله 8 من 10، كتر خير اللاعب يعني. حسين الشحات صدم كل الاهلاويه. حسين الشحات بيأدي باداء غير متوقع. حسين الشحات النهارده كان ضيع كور وضيع هجمات لا كنت تتخيل ان حسين الشحات يضيعها. حسين الشحات انا بقيمه واديله 2 من 10، وبكده نكرمه كمان. رضا سليم كان ماشي في الماتش بشكل جيد. رضا سليم ما شفناش منه اخطاء في الماتش. رضا سليم هنديله 7 من 10. محمود كهربا انا بقيمه واديله 9 من 10. وفي ناس كتير هتقول انت ليه اديت لكهربا 9 من 10؟ ده ضيع كوره من اسهل الكور في الدوري المصري، وكان ممكن تسبب في النادي الاهلي بالهدف الثاني، وكان ممكن الاهلي يرتاح في الماتش بدري بدري. محمود كهربا انا شفته في الماتش بيعافر على الكوره وبيشوف لي، كان عامل خطر كبير جدا لدفاعات نادي الداخليه. فانا محمود كهربا انا بقيمه واديله 9 من 10. دي من وجهه نظري انا، انت من وجهه نظرك بقى قيمه انت براحتك انت. انا حابب اشكر جماهير النادي الاهلي على الشكل الجميل اللي كانوا عاملينه في المدرج.